شوية سمك بقى كده بالطشة لوز العنب، يعني جوه القلب كده من جوه، بجد هتجربوه هيعجبكم جدا، لان انا بحب صينية السمك دي قوي، وان شاء الله هتعجبكم قوي انتوا كمان. هسمي الله واجيب معايا 5 فصوص توم وفلفلايه رومي، المفروض يبقى فيه فلفلايه حراقه كمان، وربع كوبايه خل، وحوالي 3 معالق كبار ليمون، وملح وشطه وكمون. السمك بيحب الليمون قوي، كل لما تزودوا الليمون في اي وصفه سمك بيطلع السمك متبل كده وطعمه حلو قوي. وجبت معايا سمكتين بولتي، قسمتهم كده وفتحتهم مغسولين طبعا كويس قوي. وفي الفتحات دي برضو بحط الخلطه، يعني جوه البطن من جوه، وجوه الفتحات دي بتبقى بتعزز طعم السمك قوي، يعني بتحسوا ان كل حته في لحم السمك متبل. وكوبايه دي عليها برضو نفس الكلام، ملح وكمون وشطه. تكه مهمه قوي لما تيجوا تعملوا اي سمك هيتقلي، لازم تحطوا جوه بطنه كده تبدير الدقيق حلوه، بتساعد ان ما تلاقيش التوم كده ني، ولا التوم يقع منك في الزيت. يعني زي السمك اللي بتجيبوه من بره كده، مش بتلاقي جوه بطن السمك كده مقرمش ومحمر وحلو، هي التكه دي تكه الدقيق من جوه، يعني مش نبدر من بره بس، برضو نحط طبقه دقيق حلوه كده من جوه. حطيت السمك يتقلي كده سوا كامل، يعني عايزاه ياخد لون محمر كده وياخد معايا سوا كامل. حطيت شويه زيت في الطاسه، بس الطاسه كانت بيضه ما بانوش، ومعلقه توم مفروم وفلفل اخضر واحمر، وكان يحبذا كمان لو في قرن فلفل حراق. اول التوم ما ريحته طلعت نزلت عليه بربع كوبايه خل ومعلقتين كبار صلصه. الله الله على الروايح دلوقتي بقى، وريحه الخل لما نزلت على التوم كده والفلفل تحفه تحفه تحفه. قلبتهم شويه مع بعض ونزلت ب3 طماطميات مبشورين. مش هتعرفوا قد ايه صينيه السمك دي حلوه كده، وهتعلم معاكم كده غير لما تجربوها. وحطيت برضو نفس الكلام، ملح وشطه وكمون، ومعلقه سكر، دي بتعدل الطعم، بتعادل الحموضه وبتظبط الطعم قوي. حطيت حوالي ربع كوبايه ميه ووطيت لحد كده ما تسبكه، وحطيت بقى السمك ينزل يغطس ويعوم في الخلطه دي، بجد هيطلع معاكم ان شاء الله روعه. عايزه اقول لكم ان صينيه السمك دي من اولها لاخرها مش هتتعدى نص ساعه، من اول ما هتبتدي تتبلي السمك وتقليه وتعمليها مش هتتعدى معاكي النص ساعه، ده بالنسبه للوقت. بس هي غير الوقت طعمها روعه، حلوه قوي برضو لو عامله عزومه سمك، يعني عامله مثلا مشوي ومقلي جمبري وعامله صنف كده صينيه زي ده، يعني ممكن 5 4 سمكات يعملوا لك صينيه كبيره قوي. وصدقيني يعني دي اول صينيه هتخلص من على السفره. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.